بسم الله الرحمن الرحيم. تأملات سريعة في أسرار من أسرار الحضارة المصرية القديمة. يعني احنا الحضارة بتاعتنا حضارة عظيمة. حضارة يعني ايه؟ يعني الآثار دي اللي قصدنا حضارة، مخلفات الشعوب السابقة لينا حضارة، ولا زالت متبقية حتى الآن. فاحنا بنتفاخر بوجود هذه الآثار في مصر وحضارتنا العظيمة. ولكن لها أسرار. يعني المعماري المصري القديم لما كان يعمل عنصر معماري، وعلى سبيل المثال لو بصيت كده للكورنيش المقعر ده، ماشي، الكورنيش المقعر ده عندنا في الحضارة المصرية القديمة انتشر بصورة كبيرة، ماشي، في آثارنا المصرية القديمة. الكورنيش المقعر ده لما تلاقيه في واجهة من الواجهات بالشكل ده، ماشي، طبعا يشابه رؤوس الكبرى. يعني ماشي، الكبرى اللي هي واجد بالنسبة المعبودة واجد عند المصريين القدماء، واللي جات منها، وطبعا حضارة ورا حضارة اللي جات منها. عارفين حضرتك في بعض المساجد بتاعتنا والجوامع هتلاقي زي أشكال عرايس كده دور داير حوالين إيه الجامع، وهي جات من هذه إيه كعنصر من العناصر الزخرفية المعمارية اللي جات عندنا من الحضارة المصرية. طيب ده كده هي اللي هو ايه الكورنيش المقعر ده لو ظهر لنا في واجهة الايه المبنى. هنا عندنا 3 مقاصير من ايام الملك سيتي الثاني، امون رع وزوجته موت وابنهم خنسو. ده الثالوث المقدس ل مدينة الأقصر في العصر الفرعوني، لواسط، لطائبة، لطيبة. وإحنا داخلين فين دلوقتي؟ في المقصورة الخاصة بآمون رع. طيب حضراتكم هنا مفيش سقف، ماشي، بس انت تلاحظ، بص كده، الكورنيش ده هنا مفيش واجهة، ايوه، ده احنا في غرفة، ايوه، ماشي، خليك معايا. وخاصة المتخصصين، الناس اللي هي ايه متخصصة في الآثار، الأثريين أو المرشدين، زمايلنا الأفاضل الأفضل مننا، كلكم انتوا أحسن مننا وفوق راسنا من فوق. بص حضراتكم، هنا عبارة عن كورنيش كده. بص الكورنيش ايه وجوده هنا؟ احنا داخل الغرفة، احنا قلنا وظيفته من بره المبنى زي ايه واجد كعنصر زخرفي، لكن هنا جوه الغرفة. طب هنا كان في سقف، هو هيخدم الفكرة ديت بإيه؟ لا تصوروا، هو كل حاجة ليها مدلول. يعني الفراعنة أجدادنا المصريين القدماء دول لما كانوا يعملوا أي عنصر معماري، أي مبنى، أي حاجة خالص خاصة، لازم تكون خاصة بالدين، لازم يوصلوها بالناحية الدينية. بص حضرتك، ده جزء من السقف الأصلي هنا في الغرفة اللي احنا فيها دي، ده جزء أهو. بص كده، ده طبعا هنا إيه موضوع الحديد ده ترميمات حديثة من حوالي 100 سنة تقريبا. بص حضرتك، في الركنية هنا عندنا جزء من الكورنيش، وفي الركنية هنا المفروض جزء من الكورنيش، ايوه، والجزء ده بص حضرتك، يعني هو عايز يعمل لي شكل للإلهة نوت، إلهة السماء، ايديها هناك ورجليها هنا، وصورها لنا كده ايه في السقف هنا بالشكل ده كمنظر للإلهة نوت. يبقى لو حد سألك وقال لك ليه الكورنيش المقعر ده كعنصر زخرفي معماري داخل الغرفة مش في الواجهة، ايوه، لكن في الواجهة كان هيبقى ايه زي رؤوس الكبرى دي. بص كده حضرتك اهو، بص كده هنا رؤوس الكبرى اهو، ادي رؤوس الكبرى، يعني هيبقى شكله زي رؤوس الكبرى اللي هي بتعمل كورنيش، يعني ايه قصاد المقصورة، وفوقيها ابوها رع اللي هي واجهة رع. طيب ماشي، يبقى كده عندنا فكرة اللي هو ايه السقف كان عبارة عن نوت، والكورنيش المقعر على اليمين وعلى اليسار ده عبارة عن ايه ذراعات نوت ورجلين نوت. انا قبل كده شرحت في الجزء الخاص بتاع بطليموس الثامن وذكرت وجود نوت في الكرنك، وعندنا النجوم هناك، النجوم موجودة، بس طبعا الفيديو هيطول علينا شوية لو اخدتكم لجوه اللي داخل معبد الكرنك. يعني هوريكم اللي هو النجوم النجوم في عز الظهر على فكرة الساعة دلوقتي 5:30،
هناك بص البوابة اللي هناك ديت، والفتحات قلنا الفتحات الطولية، و من فوق لتحت يعني كده. الفتحات دي كان يعملوا فيها الإفريز بتاع الإيدين بتاعت نوت، ومن الناحية التانية الرجلين بتاعت نوت. يعني بعض الإيه الإخوة الأفاضل يقول لك لا ده كان هنا الناس ساكنة ويعملوا العروق فيها وبتاع. أقول لك لا، لأنه فوق خالص عندنا السماء، وجسم نوت المعبودة نوت اللي هو الشكل المدور فوق ده. وبالنسبة للمبنى ده اللي هو بناه بطليموس الثامن، وكتب ذكرياته عليه في قصاد الواجهة اللي هي خاصة بالصرح الثاني بتاع رمسيس الثاني الزعيم وحورمحب، ورمسيس الأول وسيتي الأول. هنا تماثيل رمسيس الأول، وده عمود طهرقة. ماشي، يبقى كده احنا شفنا ايه؟ شفنا النجوم في هذا الدور هناك خالص. لو حد يقابلني هوريك انا ايه النجوم هنا ايه مرسومة فوق اللي هي النوت، والفتحات الطولية اللي هو ايه على يساري انا كده هناك، ده كان يثبتوا فيها اللي هو الحجارة اللي هي رمز رجلين نوت، والفتحات الطولية الحجارة رمز زراعات نوت. نوت إلهة السماء عند الفراعنة. متعكم الله بالصحة والعافية، وكلها اجتهادات، وإن شاء الله تنول إعجابكم وبالتوفيق من تقي الله جمال سعد. لكم كل التقدير والتحية من تاج الحضارات الأقصر. شكرا جزيلا.